شاء الله النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم فراوله. عندنا نص كيلو فراوله، كوبايه نص كوبايه كريم شانتيه، نص كوبايه سكر بودره، وربع كيلو من الزبادي. اول خطوه هناخد الفراوله عندنا المثلجه اللي احنا تلجناها عندنا وننزل بيها في الخلاط، وبعد كده هنضيف عليها نص كوبايه من السكر البودر ونص كوبايه من كريم شانتيه ونخلطهم مع بعض في عندنا في الخلاط. عايزين نمزج الخليط كله مع بعضه. مكونات بسيطة عندنا وموجودة عندنا في كل بيت، هنعمل منها ايس كريم الفراولة. بعد كده هنضيف عليه الزبادي، ربع كيلو من الزبادي ونخلطهم. ودي كل مكونات الايس كريم معانا، مكونات بسيطة وسهلة وموجودة عندنا في كل بيت، ونتيجة ان شاء الله تعجبك وتعجب اولادك. بعد كده هنضيفه، هننزل بيه في بولة ندخله فيه الفريزر يتلج معانا. بعد كده هنضيف على الوجه عندنا شرايح من الفراولة الفريش. بعد كده هندخله الفريزر يتلج من 4 ل5 ساعات، وده شكله بعد ما تلجناه. عملنا ما شاء الله كمية كبيرة من الايس كريم فراولة بطريقة سهلة ومكونات بسيطة جدا، ما كلفتناش اي حاجة، وشكله نتيجة ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. ان شاء الله تعجبكم، والهنا والشفا. طبعا لأول مرة بتزورنا القناة عندنا وتشوفوا الفيديوهات اللي فيها، وان شاء الله تعجبكم تشاركوا معانا، وكل لحظة وحضراتكم طيبين. ما تنسوش بقى طبعا الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وده شكله النهائي، بالهنا والشفا. نزينه بقى بشوية فراولة. كل لحظة وحضراتكم طيبين.